نفرتيتي كانت كمان معروفة في كل أماكن مصر بسبب جمالها، وإنها اخترعت مكياجها باستخدام نباتات الجلينة. اسمها تقريبا يترجم الجميلة أو الكمال وصلت، أو الجميلة أتت. وكمان اسمها هو اسم نوع من العقود ممدود من الذهب الخالص والجواهر، واسمه نيفر. بعض العلماء بيعتقدوا إن نفرتيتي حكمت مصر لفترة قصيرة بعد وفاة زوجها وقبل حكم الملك توت عنخ آمون تحت اسم نخبرور، لكن ده مش مؤكد. طيب، فين مقبرة نفرتيتي؟ واحد من الألغاز التاريخية التي لا تزال تحتاج إلى إجابات هو مكان مقبرة الملكة العظيمة نفرتيتي زوجة الفرعون إخناتون، والتي استطاعت أن تصل إلى حكم مصر. نفرتيتي، ويعني اسمها الجميلة أتت، هي القرينة الرئيسية زوجة الملك أمنحتب الرابع الذي أصبح لاحقا إخناتون الأسرة الثامنة عشر الشهير الذي حكم في القرن ال14 قبل الميلاد، وعرفت باسم سيدة جميع النساء، وعاشت خلال أغنى فترة في مصر القديمة حيث كانت تعد من أقوى النساء. يعتقد بعض علماء المصريات أنه قبل فترة حكم الملك توت عنخ آمون مباشرة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد حكمت نفرتيتي التي تزوجت ابنتها من توت عنخ آمون البلاد ووصفها فرعونا، وإن لم يدم هذا إلا فترة قصيرة ولم يعثر قط على مقبرتها في وادي الملوك. وفقا لبعض النظريات فمن المرجح أن تكون نفرتيتي دفنت في منطقة تل العمارنة، وأن تكون مقبرتها دمرت لاحقا حيث انتقلت مع إخناتون من طيبة إلى تل العمارنة، وعاشت معه لفترة طويلة هناك في ظل الصراع الذي كان محتدما بين كهنة آمون وإخناتون في تلك الفترة. فيما يرجح علماء آخرون أن تكون الملكة نفرتيتي دفنت في البر الغربي نظرا لأنها كانت مدعمة حركة الصلح، ولأن أجدادها مدفونون بتلك المنطقة، وربما خوفا من أن يلحق وينبش الكهنة في مقبرتها إذ دفنت في تل العمارنة، فهناك احتمال 80% من أن تكون الملكة نفرتيتي دفنت في البر الغربي، في حين يرى آخرون أنها دفنت في مقبرة الملك توت عنخ آمون، لأن توت وضع في غرفة دفن صغيرة في الرواق الأمامي للهيكل تم بناؤه لنفرتيتي، إلا أن علماء الآثار ظلوا في حيرة في أمرهم بسبب الحجم المتواضع للغرفة غرفة دفن توت عنخ آمون، والتي لها نفس أبعاد غرفة الانتظار تقريبا. وهنا بقى الشيء الوحيد اللي اتوجد للملكة نفرتيتي هو التمثال النصفي للملكة الذي تم صنعه حوالي عام 1345 قبل الميلاد، تحفة الفن المصري القديم. واكتشفه عالم الآثار الألماني لودوفيك بروشتار، وهذا التمثال النصفي الرائع من الحجر الجيري تم اكتشافه عام 1912 في العمارنة بمصر، وهو يصور نفرتيتي الزوجة الملكية العظيمة لفرعون إخناتون. ويشتهر التمثال النصفي بمهارة صنعه الدقيقة، ويتميز برقبة نفرتيتي الرشيقة وملامح وجهها مفصلة بدقة، والتاج الأزرق المميز المطلي بشكل معقد. وللأسف هذا التمثال موجود في متحف برلين الجديد، ويتم الاحتفال به لجماله الخالد، وأصبح رمزا دائما للحضارة المصرية القديمة حيث يجذب ملايين المعجبين من جميع أنحاء العالم. في نهاية الفيديو ياريت ما تنساش تشترك معانا وتفعل زر الجرس وتتابعنا على جميع التواصل الاجتماعي. أشوفكم على خير، مع السلامة.